ايه رأيك لو قلت لك ان التمرين في الجيم بيضعف عضلاتك مش بيبنيها، وكمان بيضعف الجهاز المناعي؟ صدمت صح؟ طب تعالى فاهم. الحياة متعبة، ولكن أنا حاذف الباب ومكمل طريقي. في بعض الناس عارفين المعلومة دي وفي بعض الناس ما يعرفوش. انت ما بتروح الجيم عضلاتك اما بتيجي تمارس احمال وبتشيل اوزان بتتقطع، مش بتتبني زي ما انت فاكر، وبالتالي ده اجهاد كمان على الجسم. وبما ان في اجهاد على الجسم اذا في مجهود على الجهاز المناعي، ده بيخلي الجهاز المناعي يضعف. هتقول لي ازاي؟ هو مش الرياضه المفروض ان انت بتبني؟ ما انا جاي لك، انت لو تصبر عليا هفهمك ازاي. اكتر نصيحه بينصحها لك الكوتش اول ما بتروح يقول لك لازم تتغذى كويس، تاكل بروتينك وكربك ودهونك الصحيه، وتتغذى غذاء كويس، وبالتالي البناء العضلي هيشتغل. وده صحيح، هيحصل لك في الغالب استشفاء عضلي. وطالما حصل لك استشفاء عضلي، الحته اللي اتعورت دي ما بتتلحمش زي الاول، فده بيديك ضخامه عضليه، وده اللي بيحصل في معظم حالاتنا. لكن في بعض الاحيان انت بتكفي غذاك من البروتين والكرب والدهون الصحيه، وبتحافظ على اكلك وراحتك، سواء من راحه مرتين في الاسبوع او 3 مرات او مره، على حسب ما انت بتريح وعلى حسب مجهودك. وكمان بتبقى نايم كويس، وبرضه بتحس ان وجهك شاحب، او انت مجهد ومتعب، او انت بتيجي تتمرن تحس ان في تعب كده وهزيل كده، مش في احسن حالاتك. بل بالعكس، ساعات ما بتشيل الاوزان بتلاقي نفسك بتشيل اوزان اقل، او بتحس في ضعف في اعصابك. طب ما سالتش نفسك ايه السبب التاني اللي ممكن يخليك في الحاله دي؟ وهنا هيجي دور الجهاز المناعي اللي انت اصلا اوريدي ما بتحطوش في اعتبارك وبتهمله. هديك مثال بسيط. دلوقتي انت عندك عربيه، العربيه بتمشي من غير بنزين بس؟ اكيد لا. اللي عنده عربيه عارف كويس قوي ان العربيه مش تمشي ببنزين بس، لازم في زيت بيتحط ولازم في ميه، ودي حاجات اساسيه عشان العربيه تمشي مع وجود البنزين. صح كده؟ البنزين بتاعك اللي هو اكلك، اللي انت اكلته، بروتينك ودهونك الصحيه وكربك، وماشي على نظام غذائي زي الفل. الزيت والميه بقى اللي هو الجهاز المناعي. فالجهاز المناعي مهم جدا في البناء العضلي. ازاي؟ هقول لك ازاي. دلوقتي لو جهازك المناعي قوي، اذا اعصابك قويه. لو الكبد صحته كويسه، ما هو جهاز مناعي كويس يعني كبد صحته كويسه، يعني الكلى صحتها كويسه، يعني قلب صحته كويسه، وهكذا. يعني دوره الدم عندك كويسه، فبالتالي تخليق البروتين في العضله هيبقى احسن. طب هتقول لي يا كوتش ازاي اغذي الجهاز المناعي؟ طب هل الجهاز المناعي ده بيتغذى؟ اه طبعا، بس بيتغذى بالفيتامينات زي الزنك، الحديد، اوميجا 3، فيتامين سي، وهكذا. عشان كده لو انت محافظ على نظامك الغذائي وبترتاح كويس جدا وبتنام كويس جدا، بس لسه عندك اجهاد وعدم نشاط، ساعتها انصحك تدعم جهازك المناعي. وبكده يا كوتش احنا اتكلمنا على ايام الراحه، اتكلمنا عن غذاء العضلات، عن غذاء الجهاز المناعي. في كمان راحه احنا ما اتكلمناش عنها قبل كده، او في ناس كتير ما بتتكلمش عنها، او في ناس مختلفين عليها. في ناس مختلفين على الراحه اللي هتكلم عليها دي، وهي الراحه ما بين التمرين. يا ترى رايح 30 ثانيه ولا 90 ثانيه ولا دقيقتين ولا 3 دقائق؟ اول حاجه احنا عايزين نعرفه حاجه مهمه جدا، ان في ناس وقتها ما يسمحش بده. بمعنى اللي انا دلوقتي يومي ما اقدرش اتمرن اكتر من ساعه، فبالتالي لازم اكثف مجهودي، او ما اتمرنش اكتر من 45 دقيقه، او عايز اتمرن ما بين الكارديو والحديد، فبالتالي انا محتاج وقت معين اضغط فيه نفسي. ودول احنا عذرينهم، وعلى فكره هتبني عضل وهتبقى 100 100. بس انا هتكلم عن فئه من الناس بتهتم اكتر بالضخامه العضليه، وعايزه تزود من حجم التمرين بتاعها، تزود عدات، او في حاله ان هي عايزه تشيل احمال اكتر. بصوا يا شباب، الافضل ليك لو انت عاوز تزود ضخامه عضليه وتشيل اوزان اكتر، او تزود في عدات اكتر، طبعا مع شيل وزن تقيل. انا ما بتكلمش على عدات اكتر، هو تشيل وزن خفيف عدد كتير، ما بتكلمش على البوينت دي. عملوا دراسه بين فريقين، فريق بيريح بين المجموعات من 30 ل 90 ثانيه، وفريق بيريح من دقيقتين لثلاث دقائق. لقوا ان الفريق اللي بيريح من دقيقتين لثلاث دقائق الضخامه العضليه عندهم احسن، وشيل الاوزان بيبقى بالنسبه لهم افضل، وبالتالي بيشيلوا عدد احسن. يعني مثلا لو انا هريح من دقيقتين لثلاث دقائق، لو انا هشيل مثلا ال 30 كيلو 8 عدات، لو ريحت وقت كافي هقدر اشيلها 10 عدات. فاهميني يا شباب؟ فبالتالي الضخامه العضليه احسن. فبالتالي لو وقتك يسمح ان انت تريح ما بين دقيقتين لثلاث دقائق، فده الافضل ليك لزياده الضخامه العضليه، وبالتالي زياده الاحمال، وبالتالي برضو اللي انت تقدر تزود عدد في الحمل ده، فبالتالي تقدر تتنقل للحمل اللي بعده. طب لو انا ما عنديش وقت، مفيش اي مشكله، روح تمرينك واتمرن، وفي الاول وفي الاخر هتحقق الانجاز ده. بس لا ده غلط ولا ده غلط. ولو انت مبتدئ ما انصحكش ان انت تعمل كده في الاول، اللي انت تريح ما بين دقيقتين لثلاث دقائق. بالعكس، انت اقل مجهود هتعمله باقل اوزان، بس مع التكنيك الصح هتقدر اللي انت تبني عضلات. فما تستعجلش على الامر ده. الامر ده انصح بيه اللي هم في مستوى متوسط او متقدم. اتمنى اكون افدتكم النهارده بمعلومتين ثلاثه، واشوفكم في الحلقه الجايه. واللي عنده سؤال يكتبوا لي في الكومنتات، وما تنساش تدعمني بلايك وشير، وتشجع اخوك وتعمل اشتراك للقناه. والسلام عليكم.